السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى يا ربي الفيديو ديالي يلقاكم في تمام الصحة والعافية كما العادة. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كنصليو على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. الفيديو ديالنا اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكه بالتمر كتجي هائله معتبره من داكشي. اول حاجه عندي هنا واحد الكاس ديال التمر اللي كنحيد له النواه ديالو، وكيكون داك النوع ديال التمر اللي كيكون معسل شويه. كنعصر واحد الكاس ديال القهوه وكنضيفو عليه وكنغطيه بواحد الطبسيل وكنخليه يرطب داك التمر هكذا شويه باش دغيا كيتطحن. من بعد كندوز باش نطحنو. اول حاجه يعني اول مرحله كنديرها في هذه الوصفه هذه باش تكون عندنا هاد لا باز ديال هاد الكيكه جاهزه. وندوزو في واحد الاناء، كندير واحد 3 البيضات اللي كيكونوا طبعا بدرجه حراره المطبخ. كنضيف عليهم نص كاس ديال السكر اولا مهم كاس ما عامرش، حيت التمر عندنا هنايا حلو. وغادي نزينوه عاد بالكراميل، يعني من الاحسن ما نكثروش الحلاوه في الكيكه. كندير نص كاس ديال الزيت وداك الخليط ديال التمر والقهوه. يمكن لكم تعوضوا القهوه بالماء، غيكون داك الكاس ديال الماء يكون طايب اولا كاس ديال الحليب اللي يكون طايب، يعني يكون سخون ماشي بارد. صافي غير بالبغا ميكسور اولا المولينكس كنطحن هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كينسجموا، وكيختار داك الخليط، يعني داك البيض كيضاعف الحجم ديالو. هنا كما قلت لكم يعني تقدروا ديروه غير في الكاس ديال المولينكس اولا هكذا بالميكسور حتى كيتطحن مزيان. انا هنا كنت نسيت واحد الساشي ديال الفاني، هنا كنضيف واحد الساشي ديال الفاني باش كتعطينا النكهه وتحيد ديك الزفره ديال البيض. وكنخلط الخليط مزيان حتى كما كتشوفوا معايا يرجع بهذا الشكل هذا، ونخليه جانبا وندوز باش نغربل النواشف. هنا درت كاس ونص ديال الدقيق العبار بكاس العنبه اولا المهم الخليط ديال الكيك راه كيكون القوام ديالو باين. كنضيف عليهم 2 ساشيات ديال خميره الحلويات وواحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال القرفه. كنغربل هاد النواشف ومن بعد كنضيف عليهم داك الخليط السائل ديال التمر والبيض والمكونات اللي درناهم طحناهم مع بعض. كنضيفهم على النواشف، كنخلط الخليط مزيان حتى كينسجموا، يعني الخليط والقوام ديال الكيك كيجي على هذا الشكل هذا. من الاحسن ما يجيش ثقيل، يجي خفيف. هنا انا كنت نسيت واحد المعلقه ديال الخل، تفكرتوا ديروها، راه كتزيد تعطي واحد الهشاشه للكيكه وواحد القوام زوين. هنا هزيت واحد الحفينه ديال الجوز اللي هرمشتو هكذا غير بيديا، قطعتهم طريفات. اختياري غير هو القرقاع كيجي زوين مع الكيكه ديال التمر. هنا واحد المول اللي غبرته درتو دهنته بالزبده وغبرته بالدقيق، وكنضيف الخليط المول. انا هنا اختاريت باش نديرها في هذا المول العجيب، حيت غادي ندير لها واحد الحشوه يعني الوسط. يمكن لكم ديروها في المول عادي، راه كتجي زوينه بزاف. صافي كنخبط هكا شويه المول مع الارض باش مع البوطاجي باش هكذا يخرج منه الهواء وتجي الكيكه ديالنا الشكل ديالها متساوي. هنا بالنسبه للكراميل حرقت هنا واحد الكاس ديال السكر حتى رجع هكذا كراميل. كنضيف له واحد معلقه كبيره ديال الزبده ورشيشه د الملح باش كيعادل لنا الذوق وكيهرس الحلاوه ديال الكراميل. كنخليها هكذا ديك الزبده حتى كتذوب شويه، وكنضيف لها الكريمه ديال الحلويات اولا الكريمه ديال الطبخ اللي عندكم. انا هنا كانت موجوده عندي الكريمه، درت واحد الكاس ديال الكريمه. صافي ودي نبقى كنحرك، هي تجمع معكم شويه داك السكر غادي يتحجر، ولكن من بعد غادي يدير غادي يولي يتحل. ما كانش عندكم الكريمه كديروا كاس ديال الماء مع معلقه صغيره عامره ديال النشا. هنا كنبقى كنخلط حتى كيرجع داك السكر يذوب، يعني ديك كراميل حتى هو يذوب وينسجم مع الكريمه. وكنضيف له هنايا واحد الكاس ديال الفول السوداني، عندي هنايا الكاوكاو محمر كنضيفوا لديك
الكراميل وكنخليه على جنب. هنا انا اختاريت ندير الكيكه يعني هكذا في المول العجيب. بغيتو ديروها عاديه راه كتجي زوينه بزاف. المهم المقادير ديال الكيكه كيجيو من داكشي، كيجيو شي حاجه طوب صراحه. غير جربوها، يعني ماشي بالضروري كاع ديروا هاد المراحل هادي، غير هي ضروري تزين من الفوق بالكراميل ولا كان هكا شويه ديال الكركاع اولا شي حاجه اللي بغيتو. المهم راه الكيكه كتجي خطيره. انا من بعد ما طابت المهم دخلتها للفران على 180 درجه حتى كطلع. كنشعل غير لتحت كما العاده حتى كطلع، وكنديرها تحمر من الفوق. هذه الكيكه ديالنا جات اسفنجيه وخفيفه. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا معايا راه جات رطبه وزوينه بزاف وكتجي ناقصه حلاوه. يعني غير جربوها، شي حاجه اللي زوينه بزاف. هنا غادي ندوز باش نضرب واحد الكاس ديال الكريمه السائله حتى كترجع شونتي، وغادي نعمر بها غادي نعمر بها ديك الحفره ديال الكيكه. وضروري الكيكه تكون بردات يعني. هنا كنقاد لها الشكل ديالها، ومن بعد غادي ندير داك الكاوكاو كراميل من الفوق. سنحاول هكذا نقادلو الشكل ديالو من الفوق. هذه هي الكيكه ديالنا، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما خليتها يعني بردات. كنخليوها ضروري في الثلاجه حتى كتبرد تماما. داك الكراميل حتى هو كيجمد شويه يعني ما كيبقاش سائل. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. بالنسبه للكاوكاو يعني بغيتو تهرمشوه ما تخليوش هكا صاين. راه جات زوينه بزاف، واحد الكيكه اللي رائعه. والشكل ديالها كذلك كيجي زوين بزاف وكتجي مهويه وخفيفه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هنا بالنسبه لديك الكريمه اللي بقات ولا صوص كراميل اللي بقات لي، درت بها هنايا بحال شويه البسكوي اللي طحنته لتحت، ودرت بها هاد الكويسات الوليدات جاو زوينين بزاف. مهم شكرا على المشاهده. كنضربكم موعد مع فيديو قادم. مع السلامه.